خلي بالك، اللي قال لك الكلام ده صدقك، ما كانش كذاب، انما هو اصلا بشخصه بطبعه كذاب. لا يا احمد، انا بقرا الاذكار كل يوم قبل ما انام، وبقرا ايه الكرسي، وبرضه بحلم بالكوابيس. خلاص والنبي سامحني، اخر مره، انا اصلي فقير ومش لاقي اكل، اخر مره ومش هعمل كده تاني. يا عم انت هتعمل فيها شيخ؟ يا عم انت اسلمت خلاص دلوقتي وافتكرت ان في دين وفي ربنا وجاي تقول لي قوم صلي؟ انت لسه فاكر دلوقتي انك تقول لي ده حرام وده حلال؟ فيحسو من الطعام يعني بيغرف كده بايده وبيسرق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكلت، أنت رب العرش الكريم، ما شاء الله كان، ما لم يشأ لم يكن، لا حول ولا قوة إلا بالله. أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. ازيكم يا شباب، عاملين إيه؟ أتمنى يا رب تكونوا جميعا بخير. أهلا بكم في فيديو جديد على المصطبة. مش المحتوى بتاعنا اللي احنا إن شاء الله ناويين نقدمه في القناة كبرنامج، ولكن فيديو من ضمن فيديوهات المصطبة إن شاء الله، اللي أسأل الله العظيم رب العرش العظيم إن هو ينفع بيها نحن وإياكم. كان حصل موقف كده وأنا في الشغل امبارح. قابلت واحد من زمايلي، وواضح إن هو كان لسه ما شافش الفيديو الأخير اللي أنا نزلته، واللي إحنا كنا بنتكلم فيه عن صلة الرحم وأهمية صلة الرحم، وكنا بنتكلم فيه عن ضرورة قطع العلاقات اللي كانت بتستنزفنا أو اللي هي بتاخد مننا وما بتديناش. ولو انت ما كنتش لسه شفت الفيديو ده، فانت هتلاقيه على المنصة اللي انت بتتفرج عليا فيها دلوقتي. يعني لو على التيك توك هتلاقيه، لو على الفيسبوك هتلاقيه، لو على اليوتيوب هتلاقيه، اي منصة ان شاء الله هتدور هتكتب بس المصطبة مع احمد فارس، هيطلع لك الفيديو وتتفرج عليه. وتشرفني باي تعليق، لو انت عندك اي سؤال هنرد عليه ان شاء الله في فيديو، ما دام الموضوع يستحق ان احنا نتكلم فيه بالفيديو. المهم زميلي ده قال لي باختصار شديد: يا عم احمد، انت تعب قلبك ومش كل الناس هتفهم الكلام اللي انت بتقوله. وبعد كده الراجل دعالي مشكورا، ربنا يتقبل منه ومنه، بس انا اخدت الموضوع بهزار وبضحك، وما كانش في ايدي حاجه غير ان انا اضحك بصراحه. لكن الكلام اللي هو قاله او حالي الفكره دي بتبقى غالبا مسيطره علينا، او على الاقل مسيطره على اغلبنا. وهي ان احنا لما حد بيوجه لنا نصيحه لحد احنا مش منتظرين ان هو ممكن يكون بينصحنا، او هو قادر على ان هو يدينا معلومة جديدة او نصيحة، احنا بنستنقص النصيحة دي او بنستنقص المعلومة. وده لمجرد ان احنا بنظن ان الشخص ده غير اهل ان هو يدي نصيحة، او غير اهل تخصص ان هو يدي معلومة. طبعا الموقف ده فكرني بحديث جميل قوي بتاع سيدنا ابو هريرة مع النبي صلى الله عليه وسلم، لما النبي صلى الله عليه وسلم وكله بحفظ زكاة الفطر. حديث جميل وطويل شوية، هنقراه مع بعضينا ونحاول ان احنا نستنبط منه فايدة او فايدتين في عجالة، لان الحديث من جماله ممكن ان احنا ناخد منه فوائد كتير. وده طبعا محتاج راجل علم، ومحتاج شيخ، ومحتاج عالم لغة عربية عشان يقدر ان هو يطلع منه كل الفوائد. لكن احنا هنحاول بصورة ظاهرية ناخد منه الفوائد اللي باينة ومش محتاجة شيخ ان هو يتكلم فيها، الفوائد اللي العامي زي وزيك يقدر ان هو يطلعها بمجرد ان هو يقرا الحديث. خلينا نستعرض الحديث كده مع بعض. الحديث بيقول: عن ابي هريره رضي الله عنه قال: وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاه رمضان، فاتاني ات فجعل يحثو من الطعام. يحثو من الطعام يعني بيغرف منه طبعا زكاه الفطر، وان شاء الله باذن الله هنتكلم عن الموضوع ده في رمضان على الابواب، كل عام وانتم طيبين. زكاه الفطر بتبقى حبوب، فيحثو من الطعام يعني بيغرف كده بايده وبيسرق. سيدنا ابو هريره بيقول: فاخذته، يعني مسكت الراجل، فقلت: لارفعنك الى رسول الله، انا همسكك هسلمك للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: اني محتاج وعلي عيال وبي حاجه شديده. فسيدنا ابو هريره بيقول: فخليت سبيله، يعني تركته. يعني سيدنا ابو هريره قاعد في المكان اللي بيحفظوا فيه المسلمين الزكاه بتاعه الفطر، وهو قاعد بيحرسه، لقى في شخص داخل يحسو، يعني بيغرف كده بايده من زكاه الفطر وبيحاول يسرق. هو مسكه قال له: انا هوديك للنبي. فقال له: انا عندي حاجه وعندي عيال ومش لاقي، فعشان كده جيت سرقت. فهو خلى سبيله، يعني سابه يمشي. ويقول بعد كده سيدنا أبو هريرة: فأصبحت، يعني جه تاني يوم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، ما فعل أسيرك البارحة؟ أنت عملت إيه مع الأسير بتاع امبارح؟ قلت: يا رسول الله، شكى حاجة وعيالا، هو مش لاقي ياكل وعنده عيال، فرحمته، يعني سبته يمشي.
فخليت سبيله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنه قد كذبك وسيعود. لا ده بيكذب عليك، خلي بالك، وهيرجع تاني بكرة. فسيدنا أبو هريرة بيقول: فعرفت أنه سيعود لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فرصدته. يعني أنا بقى قعدت كده إيه، دكنت له، قاعد مستنيه يجي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هو جاي، فأنا قعدت استنيته. فجاء يحثو من الطعام، جه برضه تاني بيخلف. فقلت: لأرفع عنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: دعني فإني محتاج وعلي عيال، لا أعود، خلاص والنبي سامحني، آخر مرة، أنا أصلي فقير ومش لاقي آكل، آخر مرة ومش هعمل كده تاني. وبيقول سيدنا أبو هريرة: فرحمت فخليت سبيله. فأصبحت ثاني يوم فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، ما فعل أسيرك البارحة؟ عملت إيه المرة دي مع الأسير بتاعك؟ قلت: يا رسول الله شكى حاجة وعيالا فرحمت فخليت سبيله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه كذبك وسيعود. لا يا عم، ده إيه، يجيلك. فرصدته الثالثة، قعدت بقى مستنيه المرة الثالثة. فجاء يحسو من الطعام، فأخذته فقلت: لأرفع عنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا آخر 3 مرات إنك تزعم أنك لا تعود. دي المرة الثالثة اللي أنت تجيلي فيها تسرق، وكل مرة تقول لي أنا مش هعمل كده تاني، لا تعالى ده أنا بقى هوديك. فقال اللي هو الشخص ده: دعني فإني أعلمك كلمات ينفعك الله بها. قلت: سيدنا أبو هريرة: ما هن؟ قال الراجل: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي، فإنه لن يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربك شيطان حتى تصبح. فخليت سبيله. قال له: أنصحك نصيحة، وهي إن أنت تقرأ آية الكرسي كل يوم قبل ما تنام، ولما تقراها قبل ما تنام طول ما أنت نايم مفيش شيطان هيتعرض ليك وأنت نايم، فربنا عز وجل هيحميك لحد ما تصحى. سيدنا أبو هريرة لما سمع النصيحة مشى. يقول: فخليت سبيله. فأصبحت ثاني يوم فقال لي رسول الله: ما فعل أسيرك البارحة؟ المرة الثالثة. قلت: يا رسول الله زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني الله بها، فخليت سبيله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: ما هي؟ قلت سيدنا أبو هريرة قال لي، يعني الراجل: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي من أولها حتى تختم الآية: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وقال لي: لا يزال عليك من الله حافظ، ولن يقربك شيطان حتى تصبح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنه قد صدقك وهو كذوب. النبي عليه السلام لما سمع الكلام قال له: خلي بالك، اللي قال لك الكلام ده صدقك، ما كانش كذاب، إنما هو أصلا بشخصه بطبعه كذاب. تعلم من تخاطب منذ 3 يا أبا هريرة؟ تعرف أنت كنت بتكلم مين بقالك 3 أيام؟ فسيدنا أبو هريرة قال: لا. قال: ذلك الشيطان. النبي عليه الصلاة والسلام قال له: ده اللي كان بيكلمك ده كان الشيطان. حديث جميل طويل شوية بس ممتع ومليان فوائد. طبعا احنا عشان خاطر ان احنا نتعرض لكل الفوائد اللي فيه، زي ما اتفقنا، عايزين محاضرة لوحده، وعايزين شيخ، وعايزين عالم لغة عربية عشان خاطر يفك لنا الكلام كده كلمة كلمة ويطلع فايدة. احنا الفايدة اللي اتقالت بس بمجرد ان احنا سمعنا الحديث، ان احنا سمعنا الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم اكتر من مرة، وان شاء الله كلنا صلينا عليه، فاللي ما صلاش عليه يصلي عليه، واللي ما عملش لايك لحد دلوقتي على الفيديو ينزل يعمل لايك. احنا ممكن نتعرض لفايدتين 2 بس دلوقتي من الحديث ده وعلى المعنى الظاهر ليه بدون أي مجهود. الفايدة الأولانية اللي احنا أصلا هي سبب الحديث واللي جاب الفكرة في دماغي، إن سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه وهو صحابي وأكثر من حدث عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أحاديث، العلماء بيقولوا إن هو حدث أكثر من 5000 حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم رغم صغر سنه. الصحابي الجميل ده العظيم ده واضح إنه ما كانش يعرف لسه إن آية الكرسي بتحمي النايم وهو نايم من الشياطين، ورغم ذلك لما عرف المعلومة، ورغم إنه عرفها من حرامي واحد جاي يسرق، إلا إنه ما استنقصش المعلومة في شيء، بل بالعكس ده تحقق منها وراح حكى اللي حصل للنبي صلى الله عليه وسلم. ولا يا رسول الله، الحرامي اللي جه امبارح عشان يسرق نصحني، قال لي 1 2 3، يا رسول الله أعمل إيه؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: لا، ده المعلومة دي صحيحة وأقرها. طيب عايز تقول ايه يا احمد نستفيد من الكلام ده؟ استفيد ان دلوقتي لما حد يجي ينصحني مهما كان الحد ده بعيد عن مجال التخصص اللي هو نصحني بيه، ولو نصحني بالذات في حاجه في الدين وهو مش اهل دين ولا اهل علم، ممكن يكون كمان عاصي، الا ان انا لازم ودوري وحتما ان انا اخد النصيحه دي اتحقق منها واطبقها، وما ينفعش اني انا انقص من الشخص ده. يعني ما ينفعش ان حد لمجرد ان انا مش منتظر ان هو ينصحني، او ما كنتش متوقع ان عنده القدره ان هو يقول لي معلومه قويه او نصيحه جيده هتنفعني في حياتي، انا مش منتظر منه انه يقدر يعمل كده او ان هو هيعمل كده،
ورغم ذلك عمل كده، ما ينفعش ان انا احاربه، ما ينفعش ان انا اجادله، لا انا دوري ان انا اتقبل منه النصيحه، لان الدين النصيحه. انا دوري اخد منه النصيحه، اروح اتحقق منها، اسال المختصين عن المعلومه اللي هو قالها لي او عن النصيحه اللي هو قالها لي، اتبين من الامر وما انكرش على الشخص اللي نصحني. لما انا مش هنكر على الشخص اللي نصحني النصيحه دي، اي حد هيبقى عنده معلومه جديده او هو يظن ان هي ممكن تكون جديده على اللي حواليه هيقولها ومش هيستحي، لان هو عارف ان الناس مش هتهاجمه ان هو قال حاجه جديده، او مش هيتنمروا عليه او يسخروا منه. يعني مش هيجي يقول له يا عم انت هتعمل فيها شيخ، يا عم انت اسلمت خلاص دلوقتي وافتكرت ان في دين وفي ربنا وجاي تقول لي قوم صلي؟ انت لسه فاكر دلوقتي انك تقول لي ده حرام وده حلال؟ انت لسه فاكر تقول لي ان المعلومه الفلانيه في الحاجه الفلانيه بتتعمل بالطريقه الفلانيه؟ الناس لو عرضت بعضها على كل نصيحه بتتقدم من اي حد، محدش هيحب ينصح، لان هو هيقول انا هوفر على نفسي، انا عارف الحاجه المعلومه لنفسي، هحتفظ بيها لنفسي، انا هطبقها ومش لازم اقول لحد، عشان انا بلغتنا كده مش عايز صداع، انا عايز اريح دماغي، فانا مش هقول لحد. انما احنا لو احنا بنتقبل النصح، بنتقبل الكلام الطيب، بناخد المعلومات اللي احنا بنعرفها جديده من حد، حتى لو كان الشخص ده مش اهل ثقه، حتى لو كان الشخص ده كذاب، حتى لو كان اللي بينصحنا ده الشيطان، حتى لو كان اللي بيوجهنا للحاجه شيطان من البني ادمين، احنا ناخد منه النصيحه ونتحقق منها ونستفيد بها قدر الاستطاعه. اي فايده هنتحصلها من المعلومه دي احنا المستفيدين، مش شرط عشان اللي قال لنا النصيحه دي حد مش اهل نصيحه او مش اهل ثقه او مش اهل تخصص ان احنا ننكر الحاجه الكويسه. زي ما سيدنا ابو هريره تحقق من النصيحه اللي قالها له حرام. تخيل معايا كده لو كان سيدنا ابو هريره رضي الله عنه قال له انت حرامي جاي تنصحني انا في الدين، ده انا ابو هريره، لو كان عمل كده وتكبر على النصيحه كان ضيع على المسلمين فايده عظيمه زي دي، فايده ان الله عز وجل بيحمي الانسان النائم بايه الكرسي من الشياطين. تخيل انت بقى كده لو كان الموضوع ده ما حصلش وما كانش سيدنا ابو هريره تحقق من النبي صلى الله عليه وسلم. خلينا بقى نحط سيدنا ابو هريره ده قدوه لينا في النقطه دي، وطبعا نقط كتيره بس خلينا دلوقتي في النقطه دي، نحط سيدنا ابو هريره قدامنا ونعمل زيه. اي حد هيقول لنا نصيحه ما ننكرش عليه النصيحه دي لمجرد ان احنا نظن ان احنا اعلم منه او افضل منه، احنا نسمع نتحقق، تمام النصيحه تمام، المعلومه صحيحه في مكانها، نسال اهل التخصص، تمام، توكلنا على الله نطبقها. ودي اول فايده من الحديث الماتع الرائع ده. بس في فايده تانية انا ما اقدرش اتغافل عنها، مهمه جدا زي الفايده الاولانيه ولازم ان احنا ننبه عليها. في الحديث هنا الشيطان لما قال معلومة لسيدنا أبو هريرة والنبي صلى الله عليه وسلم أقرها، وهي حفظ الله عز وجل للنائم من الشياطين. يعني إيه؟ إحنا عارفين إن أكتر عدو للإنسان من ساعة ما ربنا خلق سيدنا آدم ومن قبل ما ينفخ فيه الروح لحد يومنا هذا هو الشيطان. الشيطان عنده استعداد يعمل أي حاجة يضرك بيها، سواء الحاجة دي ملموسة أو نفسية، يوسوس لك بالشهور وبالسنين عشان تعمل ذنب واحد قد كده، هو كل مكسبه إنك تعمل ذنب واحد. فأي طريق يقدر يخش لك منه يأذيك بيه هيخش لك منه. طيب احنا دلوقتي على مدار اليوم وعلى مدار النهار بنتوضى ونصلي، فربنا عز وجل بيحمينا، بنذكر الله عز وجل على مدار اليوم، بنصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولو لسه ما صليتش عليه صلي عليه. فربنا عز وجل بيحمينا، ربنا عز وجل مسخر لنا ملائكة واقفة معانا بتحمينا من الشياطين، وإلا كانت الشياطين دبحتنا في الشوارع. الله عز وجل بيقول له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. يعني إيه؟ ربنا عز وجل بيقول لك إن هو موكل لك ملائكة قدامك ووراك واقفة بتحميك من هجمات الشياطين عليك. طيب احنا دلوقتي اللي بيخش فينا النام يملك من امره شيء؟ هل بيشوف مين بيهاجمه؟ هل يقدر يحمي نفسه؟ ده المجند اللي واقف على الحدود بيبقى ماسك في ايده سلاح، لو نام السلاح بيقع من ايده، فما بالك انت نايم ومش شايف العدو اللي بيهاجمك كمان؟ فانت محتاج كده من الله حمايه. طيب ايه الحمايه اللي تحميك من هجمه الشياطين عليك وانت نايم؟ ايه الكرسي. النبي صلى الله عليه وسلم اقر ان ايه الكرسي بتحميك من الشياطين. طب انا لما هتحمي من الشياطين وانا نايم هستفيد ايه؟ اقل فايده انك مش تحلم بكوابيس. لا يا احمد انا بقرا الاذكار كل يوم قبل ما انام وبقرا ايه الكرسي وبرضه بحلم بكوابيس. ما هو يا حبيبي شرط الكوابيس مش الشياطين بس،
ممكن يكون من الضغط اللي علينا في الحياة طول النهار والليل. بنحلم، عقلك الباطن بيوهم لك حاجات وانت نايم، انت بتستسلم وانت نايم لعقلك الباطن، بتبتعد عن كل حاجة بتحميك او تشغلك في عقلك الباطن، بيخرج عليك الاذى اللي احنا بنشوفه طول اليوم وانت نايم، فبتحلم بكوابيس. انما اللي احنا متأكدين منه ان سبب الكابوس ساعتها هو مش الشيطان. طب دي فايدة من آية الكرسي والأذكار قبل النوم. طب في فايدة تانية؟ في فايدة تانية. الفايدة التانية هي ان البني آدم لما بينام بيبقى في حكم الميت، والإنسان لما بينام ممكن ما يقومش تاني، بيموت خلاص، ربنا قضى عليه الموت وهو نايم. ربنا عز وجل بيقول في القرآن في سورة الزمر: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. يعني إيه الكلام ده؟ يعني في ناس بتنام ما بتصحاش، خلاص ربنا عز وجل أمسك روحه، خلاص نام مات، يعني نام يعني في حكم الميت، والله عز وجل أمسك روحه خلاص. اللي ربنا عز وجل قاسم له بحياة بعد كده بيسيب روحه تنزل تاني في جسده ويقوم يصحى يبدأ يعيش في الحياة طبيعي زيه زينا. طيب اللي ربنا عز وجل بيقضي عليه الموت بيمسك روحه خلاص ما بتنزلش تاني، خلاص ده بيموت. ففي ناس بتموت وهي نايمة، ده موجود. طيب الإنسان اللي يكون قايل الأذكار وآية الكرسي قبل ما ينام، إيه الامتياز اللي عنده؟ الامتياز اللي عنده إن هو آخر حاجة قالها قبل ما يموت كانت الأذكار وكانت آية الكرسي، فالله عز وجل كده يكون ختم له بخير، ختم له بذكر وختم له بقرآن. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يبعث المرء على ما مات عليه. يعني انت خلاص كنت نايم هتبعث لنفسك زي اللي كنت نايم وصحيت من النوم، ايه ده انا بتحاسب، ايه ده انا اخر حاجة قلتها كانت آية الكرسي والأذكار بتاعت النوم، فخلاص ده كده ختام بالخير، فيبعث على ان اخر حاجة اتقالت هي ذكر الله عز وجل والقرآن. فدي فايدة عظيمة. احنا ما نعرفش امتى اخر مرة هننام، ويا ترى لما هننام هنصحى تاني ولا مش هنصحى تاني، ما نعرفش اخر ليلة هننامها او اخر يوم هننامه هيبقى امتى. عشان كده احنا لازم نحافظ دايما على ان احنا نقول الذكر بتاعنا قبل ما ننام، عشان خاطر الله اعلم هل احنا هنصحى تاني ولا مش هنصحى تاني. حاجة سهلة خالص وبسيطة، ممكن لو ربنا عز وجل ما أذن لناش إن إحنا نصحى تاني ضمننا بيها ختام الصالح، الختام الصالح بالقرآن وبالذكر. الموضوع جميل، والفايدتين دول ممكن يكونوا أخدوا مننا شوية وقت، لكن الحديث حلو. وعلى فكرة إحنا لو فردنا الحديث فإحنا عايزين مجلس لوحده، وزي ما اتفقنا عايزين شيخ يجي يكلمنا عن الحديث الجميل ده، او عايزين عالم لغة عربية عشان يجي يدينا مفردات الكلمات بتاعت الحديث ده كلمة كلمة، عشان خاطر كل كلمة ناخد منها فايدة. اقل فايدة ممكن تكون انت كواحد دلوقتي قاعد بيسمع لي تكون وصلت له الفايدة بالفعل، هي ان انت سمعت الحديث وسمعت كم كبير من الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لو ما صليتش عليه لسه لحد دلوقتي صلي عليه كمان مرة. فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فرج، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فايدة وخير. دي اقل فايده ممكن تكون انت استفدتها معايا النهارده وانت بتسمع الفيديو ده، لجانب الفايدتين دول لو ما كنتش تعرفهم. بما انك وصلت للنقطه دي في الفيديو فاتمنى ان انت تعمل لايك، لو لسه ما اشتركتش لحد دلوقتي اتمنى انك تشترك. طبعا الشير هيبقى مفيد ليا وليك. الحديث الجميل اللي احنا اتكلمنا فيه ده، القعده اللذيذه بتاعت المصطبه دي كانت كلها ذكر وكانت كلها صلاه على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فاكيد اللي هيتفرج على الفيديو بعديك هياخد ثواب الصلاه على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، واجر ليا واجر ليك. فالشير ده هيفرحني وهيشجعني ان احنا نكمل. اي حد عنده تعليق يكتب لي تعليق في الكومنتات، اي حد عنده سؤال يكتب لي سؤال في الكومنتات. الفيديو موجود على كل المنصات، اتمنى انك تشرفني عليهم كلهم ما دام انت بتفتحهم كلهم. واشوفك بخير الفيديو الجاي، القعده الجايه ان شاء الله على المصطبه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.